فراحي مع المدافعين الرقابة. ملعوبة داخل منطقة البلد بالراس، يا سلام! منزلة أول أهداف المباراة بالراس، استغل الكرة كما ينبغي في الدقيقة العاشرة. منزلة براسية بعيدة تحرك أنصار المولودية فوق المدرجات. قدم قهوة الضيافة المولودية لنادي بارادو باكرا في الدقيقة العاشرة، وفرحة الأنصار وعناصر المولودية بهذا الوصول في الربع ساعة الأول. سنشاهد هكذا كانت سرق نفسه منزلة من أمام المدافعين ورغم الرقابة ضرب الكرة كما ينبغي بالرأس، رأسية خلفية قوية راحت مباشرة إلى الزاوية الصعبة، إلى الزاوية البعيدة. محاولة البحث عن الكرة الصعبة لمسوسة، صعبة جدا، صعبة هذه الكرة، صعبة وخطيرة. توزيع داخل منطقة البنيات، ضاعت من كيبري بطريقة غريبة وعجيبة. هنا لا وجود لوضعية تسلل. مسوسة بسرعة، بعد ذلك كيبري لم يضرب الكرة كما ينبغي، أخطأ ضرب الكرة بالطريقة الصحيحة، وفاتت فرصة ثانية على كيبري. أغلب الأهداف بطريقة جميلة. توزيع أرضية داخل منطقة العمليات، الدفاع في المرة الأولى وخليف في المرة الثانية يخرج. بعد ذلك الكرة الثانية صعبة، محاولة يحاول أيت الحاج يوصلها مباشرة، البحث عن الزاوية الصعبة، يا سلام، بعيدة. من جديد الكرة الثانية، كيبري يحاول مرور، كيبري الأفضلية يقول الحكم، يتيح مبدأ الأفضلية. يبدأ من هناك محاولة لمصلحة بوراس، يحاول بوراس، صعبة 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 صعبة، يا سلام، الدفاع يتدخل. ماذا نعيجي يحاول بوراس والتدخل من الدفاع، يخرج الكرة لمصلحة تبتي. البحث عن التوزيع الأرضية من خليف داخل منطقة العمليات، رجعت لكيبري، صعبة، كيبري يسدد، هدف ثاني، لا، الدفاع والحارس، إنقاذ للموقف وللكرة الصعبة داخل منطقة العمليات. محاولة أرضية، يا سلام، داخل منطقة الجزاء وفي 5 أمتار و50، صعبة صعبة صعبة، محاولة، يا واحد من اللاعبين الموهوبين المتألقين، واحد من اللاعبين الهدافين، ويحمل رقم 9 بالمناسبة. اليوم هو في القائمة البديلة ويحمل رقم 9. بولبينا يسدد بقوة، بولبينا جانبية على مرمى الحارس مساوي أرض. تبادل الكرة، نعيجي من جديد، كيبري طلب الكرة، يوقف كرة، يلعبها داخل منطقة العمليات، يحولها بالراس، يا سلام، يسجل الهدف الثاني بروعة كبيرة وبعمل ممتاز ومجهود. الخروج بالكرة والبحث من نعيجي. نعيجي اليوم في أصعب مهمة، يسهل المهمة في مركز غير مركزه. سنشاهد ماذا حدث. حليمية يسجل الهدف الخامس له في الرابطة المحترفة بطريقة رائعة. كيبري تحويل بالراس من بوراس، وصلت الكرة لحليمية بقوة كبيرة في زاوية 90 في العارضة. من هناك انتظر وسدد بقوة، ورغم التماءات الحارس فراحي لم يتمكن من الوصول إلى الكرة وإخراج الكرة. كانت قوية حليمية بقوة كبيرة، يسجل الهدف الثاني للمولودية. حاول الوصول لكنها كانت قوية ومرت وهزت الشباك، وفرحة حليمية والأنصار. جات لي آيت الحاج، يسدد فوق العارضة لنادي بارادو، تغطية دفاعية مباشرة من غزالة، يتفوق، يلعبها مع الحارس مساوي، صعبة صعبة صعبة. نادي بارادو يتمكن من الوصول إلى تقليص النتيجة. كاسيس بخطأ فادح في هذه الكرة التي سنشاهد بعد قليل في الدقيقة 44
من زمن الشوط الأول 3 أهداف. كاسيس تابع الكرة، موسوي رجعت الكرة سهلة، تبدو سهلة تماما. بعد ذلك الخطأ من الحارس موسوي، المتابعة ها هي بالعرض البطيء، وضعية صعبة، تعثر وكاسيس يوصل مباشرة ويكمل العملية ويضع الكرة في شباك الحارس. نعم، وصل كاسيس بالكرة وسجل في مرمى الحارس موسوي بعد خطأ في الارتكاز. الثالثة والأربعين، كرة من هناك، محاولة لمصلحة بارادو. بولبينا يحاول أن يسدد، قوية ولكن بوراس. من هناك نعيجي يحاول يلعب كرة، يوصلها مباشرة، صعبة بين أحضان الحارس، راية مرفوعة. المدافعين خاصة ملعوبة صعبة. موسوي بقبضة اليدين يحاول يراوغ المرور، يحتفظ بالكرة، يوزع داخل منطقة العمليات للحارس. المساندة موجودة من جديد، ثنائية صعبة، بوراس صعبة، بوراس صعبة، يحاول ولكن تغطية من الدفاع. ضوي محمد الأمين، خروج الحارس موسوي من منطقة العمليات بالراس، الدفاع يتفوق. أصحاب القامة الطويلة، زوكرانا يسدد جانبية. كيبري صعبة يا سلام، العيجي تضرب كيبري وزوكرانا ومحاولة الدخول، يميل أحيانا زوكرانا، صعبة. يقول الحكم هناك هدف ثالث في غفلة من دفاع نادي بارادو الذي لم يتعامل مع الكرة بشكل صحيح. من جديد انصار المولودية والفرحة بالهدف الثالث قد حدث بالضبط. هي الكرة من زوكرانا في المتابعة، بعد ذلك بايزيد دخل بين داخلة الكرة، نعم، بلمسة واحدة من بايزيد، ويتمكن من الوصول إلى الشباك للمرة الثالثة بلمسة واحدة. راح مع الكرة وخدعت الحارس في الراحي، وأعلنت الهدف الثالث لمصلحة مولودية الجزائر في الوقت البدل الضائع. كل شيء ممكن في الكرة. ها هي مدد القدم والرجل كما يردف الاطمئنان والأمان بالنسبة للمولودية. نزلة حليمية، بايزيد، كاسيس كان قلص النتيجة في الشوط الأول لمصلحة نادي بارادو. خليف والصافرة تأتي الآن وتعلن عن نهاية المباراة بفوز مولودية الجزائر ب3-1. سجل نزلة في الدقيقة 10 وحليمية في الدقيقة 37. كاسيس قلص النتيجة لمصلحة نادي بارادو بروح رياضية عالية. المباراة تنتهي، كاسيس قلص النتيجة في الدقيقة 43. الشوط الأول 2-1 بين الفريقين. بعد ذلك بايزيد البديل، الورقة الرابحة في الدقيقة 92 في الوقت